السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة ريفيو كده عجيب شوية. انا مش عايز اطول، بس انا عايز في السريع كده. من كام يوم كده، من يومين تقريبا، قلت كده نفسي اجيب شوكولاتات على اساس ان انا ما عنديش شوكولاتات، يعني قلت اجيب شوكولاتات زياده عن اللي عندي. فجأة بعيد عنكم. المهم دخلت واحد من المحلات اللي موجوده ناحيه سيتي ستارز، اللي هم بتاع السعاده، جر السعاده، مسلم السعاده، حبيب السعاده، صاحب السعاده، حاجه فيها سعاده. المهم يعني هم ايه اصحاب السعاده دول. في واحد منهم كان عنده بارات شوكولاتات كده شدت عيني قوي. بارات شوكولاتات دي عليها طيور وبتاع، وبعدين انا شدني قوي ديزاينز بتاعه الشوكولاتات دي، فقلت يمكن الشوكولاتات دي شكلها من حتى ايه بره كده. خلينا نمسك بسرعه كده. المهم يعني وانا بمسك بار من البارات، انا فتحت اوريدي واحد. بصراحه دي البارات بتاعه الشوكولاته شكلها عجيب شويه، واحده بالاورنج، واحده بالاسبريسو، واحده بالمنت. المهم يعني ايه مسك كده ايه، قلت ايه ده، هي الشوكولاته دي جايه منين؟ انا عمال ادور ميد ان ايه ميد ان ايه ميد ان ايه، فانا مش لاقي. المهم لقيت ايه، باكجينج الفكهانيه كومباني فور امبورت اند اكسبورت. قلت ايش ادرس بس واحده، بني سويف، ايست اوف ذا نايل، ان فرونت اوف ذا فاكولتي اوف اندستريال اديوكيشن. فانا قلت انا مش فاهم حاجه، كومباني فور امبورت اند اكسبورت، يعني دي مستورده، وبعدين مكتوب عليها بالانجلش، ومكتوب عليها بالجرماني، مكتوب عليها بالفرنش، ومكتوب عليها بالراشن، وبعدين عليها كود مكتوب عليها من فانا من ورا، انا اسف. وانا الشوكولاته اسمها ديسباسيتو، ديلايت ديسباسيتو. فانا قلت ايه ديسباسيتو دي جديده دي. المهم عملت سكان وقلت اشوف ايه الويب سايت ده هيدخلني على ايه. المهم يا اخواني، فدخلت على الويب سايت ده، فلقيت ايه، ديسباسيتو ديلايت، بني سويف، فرع شرق النيل، كورنيش النيل، المنيا، شارع الجمهوريه، المنيا الجديده، الفيوم. فشكل الموضوع ايه ده، وجه قبلي كمان. ايه اللي انا بقوله ده؟ خلاصه الموضوع ان اللينكات اللي كانت موجوده بتودي على لينك جوه جوجل مابس. فقلت يمكن عشان دي الايه فروع بتاعه الحلواني ده. المهم ان انا اللي شدني او اللي خضني حبتين، ان طلع الموضوع ان ده حلواني اسمه ديسباسيتو باتيسوري. موجود فين يا جدعان؟ موجود في بني سويف. انا طبعا نزلت عليا ايه الصاعقه، قلت ما شاء الله. انا اللي عجبني في الموضوع ان الراجل او الحلواني ده، يعني شكل الحلواني ده معروف في وجه قبلي، والراجل ابتدى يماركت لنفسه جوه القاهره، انا اسف، جوه وجه بحري بقى، طالع بقى فوق. انا اللي عجبني طبعا الديزاينات بتاعت الشابو يا جماعه. الديزاينات تحفه. استحاله ده يكون حد مصري اللي عامل الديزاينات دي. تحفه من تحف الزمن. وعندهم كام ديزاين تاني، فقلت طب ايه خلينا نشوف بقى ايه. المهم انا ما قدرتش بصراحه، ما قدرتش امسك نفسي، ففتحت اول واحده، وكانت اللي هي الدارك منت. انا عشان انا يعني دقت شوكولاتات كتير، فانا بالنسبه لي الشوكولاته انها ايه، هي شوكولاته سودا جدا، سودا يعني هي مش بني غامق، لا هي سودا، هي دارك شوكليت. هو طبعا ايه ميد ويز لاف، هو مش كاتب لك انها ميد ان ايجيبت، هي ميد ويز لاف. طبعا هم صايعين جدا، يعني شابوه تاني مره ان هو مش حاطط فيها اي حاجه تدل على انها ميد ان ايجيبت، هو صايع. طيب انا دقت، هاخد حته. دي مش شوكولاته بالمنت، دي حاجه كده، حاجه مش مفهومه. يعني الريحه هي فيها منت، لكن مش مفهوم ده ايه. المهم هي فيها شوكولاته، السكر بتاعها قليل فشخ، تكاد تكون مش مسكره اصلا، بس هي طعمها غريب. يعني هي طعمها مش مفهوم. انا اول مره اشوف شوكولاته سودا، يعني حتى ال 100% بتاعت لين مش سودا، بني. انا ما اعرفش هم مخلينها سودا قوي كده ازاي، مش مفهومه. فيها منت، يعني يا ريته منتول كمان، عامل زي المنت بتاع المنت سيرب. ما اعرفش هي مديه على ايه، لكن هي مش شوكولاته، يعني دي مش شوكولاته. احنا هنجرب الدارك اسبريسو، والبتاع بقى ايه مكتوب عليه ديسباسيتو. انا اول ما شفتها قلت هي دي مصري ديسباسيتو. هنجرب الدارك التانية، برضو لونها اسود. بص لونها اسود، يعني دي شوكولاته محروقه. انا طبعا مش بتريق، بس يعني دي فيها ريحه الايه الاسبريسو، فيها حتت قهوه. هو المزيج او الخليط اللي موجود ده مش مديك ان دي شوكولاته، بس طبعا اللي باين في الخليط ده، او اللي هو المفروض ان دي شوكولاته، حتت الكافي. مش قصدي تقليل من اي حاجه والله، يعني تو بي اونست، في شوكولاته كده بتتباع في علب صغيره وفيها حبوب قهوه، احلى بكتير، على الاقل فيها طعم الشوكولاته. اورنج خليط ده انا مش حاسه ان هو شوكولاته خالص، انا مش عارف ده ايه. هي حتى ما فيهاش ريحه الاورنج اللي طالعه، لكن الشوكولاته ريحتها مش طالعه. المفروض في اي حاجه بتدوق طعم الشوكولاته مع طعم الكاكاو. يعني انا دايما كنت بعتب على الشوكولاتات المصريه ان دايما ريحه الكاكاو طالعه او طعم الكاكاو طالع. دي ما فيهاش لا طعم كاكاو ولا ريحه كاكاو، ده مش خليط شوكولاته. طبعا دي المفروض اورنج، هم حاطين غالبا حاجه زي شبه المندرين كده، يعني لطيفه، بس اجين دي مش شوكولاته. ما فيهاش ريحه كاكاو.
والله يا جماعه بحيي المجهود، حلو قوي المجهود، بس دي مش شوكولاته. هي شبه الشوكولاته، او يمكن حاجه شبه الكيك، او يمكن انتوا عشان باتيسيري الموضوع قرب معاكم شويه ناحيه الكيك. انا مش بتريق والله ولا، بس حقيقي انا بدي 10 من 10. باكجينج تحفه، الديزاينات دي يعني انا شاكك ان انتوا عاملين الديزاينات دي بحاجه AI. استنى كده اما نشوف. طيب انا يعني ايه، انا قلت ادور شويه، خدت كام صوره كده. المهم يعني هوريكم ايه الريزلت بتاع الويب سايت اللي بيديتكت اذا كانت الصور دي AI ولا لا. طبعا هي باين جدا من الرجلين بتاعه العصافير، ده الستايل بتاع ميد جيرني، بس خليني ايه وده كمان يعني باين قوي، يعني مفيش عصفوره عندها 6 رجلين او 7 رجلين. انا لو قربت قوي هتاخدوا بالكم على الرجلين. فطبعا دي ايه شكلها ميد جيرني جدا يعني. فانا دخلت وشغلت على الويب سايت بصراحه، وبعدين ايه لقيت الاتي. دي كانت الصوره ودي الريزلت. في هنا طبعا ايه ميد جيرني 53% واي اي جنريتد 66%. تمام يا جماعه، حلو برضه والله، انا مش متضايق، بس يعني ايه انا والله اول ما بصيت والله اقسم بالله العظيم ام لايك اللي هو ايه دي اي اي. انا مبيت على ميد جيرني. طيب انا هعمل حاجه كمان، هخش على ميد جيرني وابص كده. طبعا انا يعني ايه انا بقالي شويه عمال ادور، فلقيت حاجه شبههم يعني. طبعا باين قوي يعني انها ايه. ايوه اديني. انا مش معترض طبعا برضو على استخدام الاي اي، لان في ناس بتستعمل اي اي، مع ان ميد جيرني لو عرفوا ان انتوا استعملتوا صور من عندهم في حاجه كوميرشال هتبقى مصيبه. الشوكولاته دي بالنسبه لي من 3 to 4 من 10. انا اسف طبعا، مع احترامي الكامل ليكوا، مع احترامي الكامل للمكان. للوهله الاولى الحاجه شدتني، الصور شدتني عشان انا راجل بحب اصور وبتاع، ومن ناحيه تانية انا بحب الشوكولاته وبعمل ريفيوهات بقى لي حبه حلوين، بس على قد يعني، انا مش راجل جامد يعني. بس هي الشوكولاته مش قد كده بصراحه. باكجينج حلو جدا، باكجينج 10 على 10 يا جماعه، 10 على 10. ثمن الشوكولاته حلو جدا، 30 جنيه 30 جنيه يا جماعه، 30 جنيه والله، 35 جنيه 36 جنيه حاجه زي كده او اقل شويه، وبتتباع عند بتوع السعاده ومحطوطه مع بتوع السعاده. وحلو برضو جدا يعني الماركتنج كامبين، شابو تاني، عارف اللي هو برفع لكم القبعه عشان حلو جدا. بس الشوكولاته اسف مش عايز اقول وحشه، بس هي مش حلوه. السلام عليكم.